السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تميم من قناة عربي مكسر. يا ريت الاشتراك في القناة لان بجد الفيديو بياخد مجهود كبير مني، فعشان احس انكم استفدتوا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك. وطبعا لحجز هذا الفندق او اي فندق اخر هسيب لكم رقم شركة انا بتعامل معاها واسعارها حلوة جدا، وعندهم كمان رحلات بحر وسفاري وحاجات كتيرة. الرقم في الوصف اسفل الفيديو، وكمان في التعليق المثبت اللي هو بيبقى اول تعليق تحت الفيديو بيبقى فيه برضو الرقم بتاع الشركة ورقم التواصل ده واتساب. بصوا بقى ركزوا معايا الله يخليكم كده، علشان اللي هقوله ده مهم وهيخليك تفهم الفندق كويس ويبقى الفيديو بعد كده مفهوم ليك جدا. ده فندقين او دولت فندقين بس يعتبروا فندق واحد، اللي هم سانرايز الورا وسانرايز سولارا. كان اسمهم هواي سيزر اكوا بارك وهواي سيزر دريمز، تمام كده. اللي هو المبنى اللي احنا قدامه ده دلوقتي، وفي مبنى تاني انا هوريه لكم برضو اللي هو ده سانرايز الورا اللي احنا قدامه، والتاني سانرايز سولارا جنبه على طول. اللي هيحجز ده او التاني فعلشان تبقى عارف هو بحر واحد بيروحوا نزلاء الفندقين، وحمامات السباحة برضو مشتركة، والاكوا بارك والمطاعم برضو مشتركة، والانيميشن برضو مشتركة. هو يعتبر فندق واحد عشان تبقى تريح دماغك كده. الفرق بس ان ده ليه مبنى وريسبشن والتاني ليه مبنى وريسبشن، تمام كده. لكن من جوه كله مشترك، حتى السعر الاتنين واحد. يلا بينا بقى نخش سعر الفندق مع بعض. اين يقع بقى هذا الفندق؟ يقع الفندق في منطقة الاحياء. فين منطقة الاحياء؟ اول ما تبقى داخل الغردقة وانت جاي من القاهرة داخل على الغردقة، تعدي البوابة هتلاقي بعد كده الجونة، بعد الجونة على طول دي الاحياء اللي احنا فيها دلوقتي، اللي فيها الفندق بتاعنا منطقة الأحياء. يعني بعد البوابة على طول كده، مش هتعدي هي 10 دقايق ولا حاجة هتبقى وصلت عند الفندق. يعتبر شمال مدينة الغردقة، جنب طبعا فندق هواي بارادايس، عشان في ناس كتيرة بتبقى عارفة فندق هواي بارادايس. جنب هواي بارادايس وهواي لو جاردن وهواي ريفيرا، اللي هم برضو خلاص كده اتباعوا السان رايز، ويعني خلاص ممكن بقى تنسوهم، هم مش هواي دلوقتي هيتغيروا. احنا دلوقتي في الريسبشن ومعايا مالك، ومالك صاحب مالك ابني، يعني 2 مالك وادي ليلى كمان. يبقى انا كده معايا او كلنا على بعض 6، فعشان كده اخدنا غرفتين. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا بيدوكوا حاجه كده تملوها تفضلوا تحطوا بياناتكم فيها واعمار الاطفال. لازم تكون جايب معاك شهاده ميلاد الاطفال، لازم. لا مالك صحاب يكونوا صحاب، والباقيين بقى كلهم اخوات. الباقيين كلهم يعني ليلى ومالك وامين. بيجيبوا لك طبعا هنا مشروب ترحيبي كده، ويلكم درينك ده كركديه. وخلاص احنا لبسنا هي الاساور ان احنا تثبت ان احنا نزلاء الفندق، ودلوقتي هننزل نتغدى عشان الغرف لسه مش جاهزه، وبعد كده نبقى نرجع ناخد الغرف. ده يا جماعه بار الريسبشن الموجود في الريسبشن، شغال طول اليوم من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل. تيجي تقدر تاخد اي مشاريب هنا، وفي زي حاجات كده سناكس برضو ممكن تاكلها وانت بتاخد المشروب بتاعك. انا قلت اصوره لكم بالليل، وهحط لكم يعني جنب الفيديو بتاع الريسبشن اللي احنا صورناه الصبح، بس عشان خاطر انا شايفه بالليل كده شكله ايه واضح وباين، فقلت اصوره لكم دلوقتي في الوقت ده. احنا دلوقتي قدام المطعم من المدخل اللي على حمام السباحه. ممكن تيجي المطعم من جهه الريسبشن، في سلم جنب البار ينزلك على المطعم على طول. المطعم ده الرئيسي وشغال 3 وجبات في اليوم، فطار وغدا وعشاء. فطار من الساعه 7:30 للساعه 10:30، والغدا من الساعة 12:30 للساعة 2:30، والعشاء من الساعة 6:30 المغرب لحد الساعة 9:30. ده مكان كده جوه المطعم للكبار فقط، اريا كده مخصصينها لأكتر من 16 سنة، 16 وطالع. احتمال يغيروا العشاء يخلوه من الساعة 7 ل10، بس حاليا هو من الساعة 6:30 لحد الساعة 9:30. احنا دلوقتي في الغدا، ودلوقتي احنا في الركن الخاص بالاطفال. ده كده ركن جوه المطعم او مطعم صغير كده خاص بالاطفال الصغيرين جوه المطعم نفسه، وليهم البوفيه الخاص بيهم، والكرتون بيبقى شغال وكده زي ما انتم شايفين. ودي اللعبه اهي بتاعت ليلى برضو حطيتها عشان تاكل معاها، وزي ما حضراتكم شايفين كده مريح جدا للاطفال. والمنيو بتاعهم
الفاكهة اللي حضراتكم شايفينها، شرب، وفي برضو هنا زي ما حضراتكم شايفين مثلا الفراخ والبطاطس وبطاطس بوريه، تشكيلة برضو كده حلوة، وسوسيس زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الفيديو. يعني تشكيلة مناسبة للأطفال. وده صوص الكريمة البيضة. وفي عندنا هنا السفنديش الأخير ده المكرونة. بعد كده بقى نخش على قسم السلطات. زي ما حضراتكم شايفين كده هتلاقوا فيه خيار وجزر وطماطم وكاتشب، وهنا في أشكال كده عاملينها للأطفال بالخيار مثلا، وفي خس، وفي سناكس اللي هي زي السندوتشات. بوفيه كويس جدا طبعا للأطفال، والمكان كله يعتبر مناسب ولذيذ. جو او اجواء لذيذه للاطفال يتفرجوا على كرتون ويقعدوا ياكلوا وياخدوا وجبتهم زي ما هم عايزين. هندخل بقى دلوقتي كده نستعرض مع بعض البوفيه. وطبعا زي ما انتم عارفين كده وانا قلت لكم قبل كده، يعني خليكم فاكرين مش عايزين نكرر كتير، المطعم دوت هو بتاع سانرايز سولارا. هي اللي يعني سانرايز الورا وسانرايز سولارا، الاتنين بياكلوا في كل المطاعم مع بعض عادي، ماشي، مفيش اي مطاعم تانية، هو ده المطعم الرئيسي. دلوقتي بقى قدامنا زي ما انتم شايفين كده طبعا دي الشرب والعيش كده، ممكن تاخده مع الشوربه، تاخد الطبق بتاعك، بعدين تقف هنا ممكن ايه تقابلك المكرونه طبعا بالطلب زي ما انت عايز تضيف ايه الاضافات اللي انت عايزها يعني. عايزها سباكيتي، عايزها مقصوصه، عايز جبنه، عايز اكسترا شيز، عايز فلفل، عايز طماطم. هي دي الحاجات كلها قدامكم اهي اللي انت ممكن تضيفها على المكرونه. بعد كده بعد ما نخلص القسم دوت تخش طبعا على البوفيه نفسه. واضح يعني، اكيد انا سايب لكم كده اهو، ادي بصور لكم كل حاجه مكتوبه، اللي عايز يعرف يعني ايه الاصناف اللي موجوده. طبعا رز مثلا، كباب حله، هتلاقي ده قدامنا مثلا خضار سوتيه قصدي، مسلوق، وهنا في ديت سبانخ. التشكيلة عندهم بصراحة حلوة بتاعة الأكل، وطعم الأكل برضو حلو زي ما يعني الناس كلها بتقول. وهتلاقي برضو هنا بطاطس بقى، وهتلاقي بطاطس كده بطاطا تقريبا، وديت ده سمك. وهنا هتلاقي كفتة، دي كفتة فراخ، في كفتة كده مشوية تانية لحمة في الركن بتاع المشويات، هبقى اوريها لكم برضو. وهنا هتلاقي ديت مكرونة، وبرضو هنا دي فراخ. وبعد كده نخش بقى على اللي هي الحاجات اللي هي زي الدايت كده شوية. بتلاقي شوية حاجات كده ايه عاملينها زي البتنجان دوت بالفلفل، ودي تقريبا كده زي فاصوليا على البخار، وفي رز برضو، ده رز برضو على البخار. كل دي الحاجات تقريبا اللي هي بتبقى يعني خفيفة، ما فيهاش حاجة اضافات، دي للي عايز مثلا يعمل يكون حاجه يعني مشابهه كده زي الدايت او اكل صحي زي ما بيقولوا. ندخل بقى بعد ما نخلص الركن ده كده بتاع البوفيه، هنخش بقى على الصنف اللي هو بيبقى فيه صنف متغير دايما في البوفيه، يعني في الغداء او كده. ده الشيف اسامه، طبعا متشكرين للشيف اسامه. في بقى الركن اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده بقى بيتغير، مره يبقى كاليماري، مره يبقى جمبري، مش جمبري، اسف كابوريا زي النهارده كده. وبعد كده جنبه على طول هتلاقي الشيف ده بتاع الفطير. دايما هتلاقي هنا زحمة وتوابير. بصراحة الشيف محمد أستاذ في عمل الفطير، سواء الحلو أو الحادق، الاتنين بصراحة متمكن. فهتلاقي دايما في طابور قدامه، لأنه حرفيا ما بيلحقش يخلص يا دوبك الفطير، يحط الفطير تلاقي الناس ما شاء الله هجمت أخدت كل اللي موجود، ما يلحق، مش بيلحق حتى يعمل تاني، يعني من كتر ما الناس ضغط عليه. فتلاقي يا دوبك يحط من هنا الفطير تلاقي الناس شفطته على طول، لانه بصراحه بيعملوا بطعمه يعني جميل. الراجل متمكن جدا في المهنه بتاعته، شيف من الشيفات المحترمه. خلصنا الجنب ده كده بقى ندخل نشوف في ايه هنا في الحلويات طبعا هنا عندهم تنوع كبير من الحلويات سواء الشرقيه والغربيه. احنا دلوقتي قدام السيشن بتاع الحلويات الغربيه اللي هو الجاتوهات. زي ما حضراتكم شايفين كده واضح قدامكم، دي الجاتوهات هنا في السيشن دوت. وبرده اللي جنبه على طول القسم ده اهو زي ما انتم شايفين، برده بقيه التصنيف بتاع الحلويات الغربيه. من الناحيه التانية قصادنا على طول في الحلويات الشرقيه. هلف طبعا دلوقتي ايه حوالين كده السيشن اللي هم عاملينه دوت، وهنشوف كل حاجه. دي كل الجاتوهات هي اللي موجوده، انواع مختلفه طبعا. ساعات بتلاقي حاجات هم مكررينها في مثلا في المكان الاول زي المكان الاخير،
يعني في تكرار في بعض الاصناف. خش بقى معايا يا باشا بعد كده على الحلويات الشرقيه زي ما هي واضحه قدامكم كده. في كذا صنف زي ما انتم شايفين، التنوع طبعا معقول، مش كبير بس معقول. ودي كده الحلويات الشرقيه. ندخل بعد كده على الحاجات التانية. البوله اللي هم حاطينها دي الصغيره، عشان هنا ممكن تلاقي حاجه زي الكمبوت كده هم بيعملوها، يحطوا الفاكهه بتبقى في الميه، فالميه بتاعتها، فتحط انت في البوله اللي هم حاطينها الصغيره ديت، تحط فيها مثلا الفاكهه اللي انت عايزها زي ما انت شايف كده، اللي هو الفروت سلطه، اللي هو سلطه الفواكه اللي قدامك ديت. والاصناف انتوا شفتوها طبعا، الفاكهه مش محتاجه تعليق. ودي بقيه كده الفاكهه. زي ما انتوا شايفين كل حاجه، تفاح، مش عارف، كنتالوب، موز. في تنوع كويس للفاكهه اللي شغاله. البطيخ ابتدى بس هم مش جايبين بطيخ لسه، مش عارف ليه. بس هو عامه يعني احنا في موسم البطيخه وابتدى. وهنا ممكن بقى نشوف هنا يعني دي زيوت وحاجات زي كده، اللي عايز يضيف حاجه معينه ومنها ديكوريشن كده للمكان. بس في زيوت كاتبين لك على كل صنف زيت، اللي عايز يحط حاجه معينه على السلطه طبعا بتاعته، على الاكل كده يعني. وتنوع طبعا العيش اهو، العيش فيه تنوع كبير يعني يعتبر. كل حاجه موجوده، عايز عيش اللي هو الكرواسون، عايز اللي هو العيش قصدي الكايزر، عايز العيش العادي، الفينو العادي، في البلدي برضو. والستيشن ده كده اهو، ده بتاع المخبوزات اللي هو واضح قدامكم. ندخل بقى مع بعض دلوقتي على السلطات. هنا هتلاقي طبعا ده المخللات على السلطات على الزيتون. كل ده في القسم ده كده. وفي بعض اللي هي الصوص اللي انت ممكن تضيفه برضو على السلطه بتاعتك. وحاطط لك برضو شويه تشكيله كده، مثلا اللي عايز يحط بقى جبنه، مش عارف، ده بطاطس، لانشون، اللي هو واضح قدامكم ده طبعا، مايونيز، كاتشب، الحاجات دي كلها. تمام. اللي عايز يعرف ايه الحاجه دي، انا بص بقرب لكم كده على ايه المكتوب عليها، تعرف ايه الصنف اللي موجود. هم حاطين لك كده زي لستة بالاصناف الموجوده. وادي دي سلطات على زبادي. وتكمل برضو معانا هنا بقى اللي هو البصل، الجزر، الخيار قصدي، الفلفل متقطع، فلفل زي ما هو، جزر مبشور، عندك طماطم، عندك ليمون، عندك كل حاجه من الاخر. عايز تعمل سلطتك هنا بتخش وتعمل السلطه بتاعتك بالتشكيل اللي انت عايزها. احنا دلوقتي قدام المكنه بتاعه القهوه والشاي، اللي عايز قهوه وشاي. هنا في حاجه جميله قوي، لو انتوا قاعدين مثلا 4 5 على الترابيزه عادي، يعني اللي هم الويترات اللي هم موجودين في المطعم، بتقول له ممكن اشرب كذا بيجيب لك يعني. طبعا هم مش هيقدروا يجيبوا لكل الناس، يعني بتبقى العدد كبير، بس هو خدمه موجوده. بتقول له مثلا بيعدي من قدامك، لو سمحت عايز 5 كولا، 5 فانتا، عايز 6 ميه و5 كده، بيجيب لك على التري كده، هو بيحطهم على صينيه او تري ويجي بيهم ايه يقدمهم لك. والشاي طبعا الحاجات دي انت بتيجي تعمل مع نفسك هنا، بتختار اللي انت عايزه وتصب بقى زي ما انت عايز. المكنه الشاي والقهوه والحاجات دي طبعا موجوده، فطار غدا عشاء، موجوده في المطعم. بالاضافه طبعا للبار اللي هو اصلا موجود في المطعم ده، طبعا شغال فطار غدا عشاء، موجود البار دوت. بتخش تاخد اللي انت عايزه، اي مشروب انت عايزه. اكتريتها طبعا المشاريب الساقعه. الرجاله اهو طبعا بيسلموا علينا. ناس محترمه، كله بيجي عايز يخدم. ممتاز بصراحه. دخلنا بقى مع بعض على المشويات. بحب انا الكلام ده. ادي دي كفته زي ما انتم شايفين كده، كفته على الفحم. وهنا بيبقى فيه ضاني، يعني بيتنوع، ساعات ضاني وساعات بيحط رومي. فالنهارده كان عندنا اهو ده ضاني، كل دي كده ضاني. ساعات بقى بيكتب لك فخده ضاني مش عارف ايه. والبطاطس طبعا محمره اهو، يعني في القلايه. ودي طبعا البطاطس هنا بتخش طبعا على الركن ده، تقدر تعتبره الركن الشرقي. اللي قدامكم ده بقى ده الشيف احمد، واللي معاه دي الجست ريليشن. الشيف احمد ده الشيف العمومي هنا في الفندق، واللي معاه دي الجست ريليشن من قسم الريسبشن. بيعمل ايه بقى الراجل المحترم الشيف احمد ده؟ بسم الله ما شاء الله عليه. هو الجست ريليشن بيلف يسال على طعم الاكل عاجبكم، الخدمه عجباكم، مبسوطين من حاجه، في حاجه عايزين تزودوها، في حاجه عايزين تشتكوا منها. يعني في قمة الاحترام. وطبعا ده يرجع طبعا للإدارة نفسها بتاعت سان رايز، فممتازين، والشيفات كلها ممتازة. خلصنا غدا والحمد لله، واحنا دلوقتي داخلين على الغرفة بتاعتنا في سان رايز الورا، وهنوريكم الغرفة من جوه. هنستعرض الغرفة دي وبعد كده هنوريكم غرفة تانية ان شاء الله. هندخل دلوقتي نشوف الغرفة بتاعتنا مع بعض. الغرفة بتاعتنا رقمها 5133. اول ما ندخل الغرفة مع بعض طبعا هنلاقي على اليمين على طول هنا ده الحمام، وهنا الناحية التانية على الشمال هنلاقي الدولاب. تعالوا الأول ندخل مع بعض نشوف الحمام من جوه، وبعد كده نطلع نستعرض بقية الغرفة.
حمام زي ما حضراتكم شايفين، حمام ستاندر. هنا هتلاقي طبعا ادي القعده وادي الفوط الصغيره بتاعتك، وهنلاقي على اليمين هنا ادي المرايه الصغيره بتاعت الحلاقه او كده. وهنا دول ما بيجيبوا لك الحاجات دي بتبقى فيها فرشه ومعجون سنان، فرشه معجون سنان على قد الناس الموجوده في الغرفه. دي كل واحد في الغرفه، يعني لو انتوا 3 هيجيبوا لكم 3. وهنا دي بتبقى دي مكنه الحلاقه للرجال، يعني مكنه حلاقه ومعجون حلاقه. بعد كده هنا هتلاقي طبعا فوطه صغيره بيحطها لك تحت الحوض دي عشان تحطها هنا تحط عليها رجلك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا دول كوبايتين، الكوبايه دي بتحط فيها اللي هي فرشه السنان اللي وريتها لك ومعجون الحلاقه وعده الحلاقه والحاجات ديت. ودوت بيبقى لوشن، ده لوشن للجسم ولليد. وهنا ده صابون يد عادي. ودي طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الاستشوار. ندخل بعد كده على كابينه الدش. كابينه الدش زي ما حضراتكم ازاز، نص كابينه جوه طبعا الدش. وهنا دي بقى العده بتاع الدش زي ما حضراتكم عارفين بتبقى اللي هي الايه، الشاور والشاور جل والشامبو ولوشن برضو للجسم او كونديشن بيقولوا عليه. كونديشن وشاور وشامبو، دي الحاجات الموجوده هنا في الدش. وفي دي زي ما انتم شايفينها كده، دي عشان خاطر تنشر عليها الهدوم بتاعتك. ودي الفوط زي ما انتم شايفين كده، الفوط او البشاكير الكبيره دي تبقى الفوط الصغيره. ده الحمام طبعا نظيف، بس هو قديم، هو مش لسه ما اتجددش. احتمال يكونوا هيجددوه قريب عشان سرايز اخذت طبعا الفندق، فممكن تجدد الحاجات دي قريب. لكن حاليا هو ده وضعه زي ما انتم شايفينه. نخرج نكمل بقيه الغرفه مع بعض. بعد ما نخرج من الحمام على طول، طبعا هنا ده باب الاوضه، وهتلاقي هنا على طول على الشمال ادي ده الدولاب هنا بيبقى فيه السيف بوكس، وطبعا فيه رفوف زي ما حضراتكم شايفينها كده، رفوف كبيره تسيع لعدد كبير يعني من الملابس اللي معاكم. لو انتوا جايين يعني ان شاء الله حتى الشهر هتشيل ايه، او تقعدوا على طول فخلاص هتشيلوا هدومكم كلها. الدولاب كبير. وبيدوا لنا هنا ده زي ده كده اللي هو سليبر، اللي هو شبشب يعني، مكتوب عليه اكيد سرايز زي ما انتم شايفين كده اهو واضح في الكاميرا. بيدونا 2 على قد اللي موجودين في الغرفه، يعني احنا دلوقتي 3، طلبنا واحد ثالث هيجيبوا لنا الثالث طبعا. بيدوا على قد الناس الموجوده في كل غرفه. هتلاقوه اول ما تدخلوا على طول في الاوضه. لو ما لقيتوش في الاوضه مش مشكله، بتطلب من الهاوس كيبنج بيجيبوا لك على طول زي ما احنا عملنا كده. هندخل دلوقتي مع بعض هنستعرض الغرفه. طبعا احنا الحاجه الموجوده دي هتلاقوا مكوى ومش عارفين الحاجات دي بتاعتنا طبعا، عشان احنا خلاص يعني حطينا حاجتنا. وهستعرض معاكم الاوضه فتشوفوا بس الحاجات دي يعني مش داخل الاوضه، دي الحاجه بتاعتنا احنا. ندخل بقى نشوف الغرفه دلوقتي مع بعض. هتلاقي مرايه كبيره هنا طبعا عشان تسرح عليها وكده. وهنا هتلاقي ديت بتحط عليها الشنط، وتحت دي الجزامه. هنا هتلاقي المرايه برضو اللي هي صغيره مش كبيره، ما تجيبكش بالطول زي اللي انا وريتها لكم، يعني دي نص كده اللي هي تسريحه. ودي طبعا الادراج تحط فيها اللي انت عايزه. وادي كده الحته بتاعتك اللي هنا دي فيها الميني بار. ده الميني بار طبعا بيبقى فاضي، هو بيجيب لك بس الحاجات ديت اللي هي 4 ازايز ميه، لكن ده بيبقى فاضي بس ممكن تحط فيه الميه عشان تفضل ساقعه. يحتفظ بالسقعيه ما بيسقعش، بس بيخلي يعني حاجه ايه وسط كده ممكن نقولها. وده كده ده الكاتل بتاع الشاي، ودي شاي وسكر طبعا بيجيبوه لك، وكوبايه ميه وكوبايتين للشاي. وهنا بتلاقي طبعا دوت التلفزيون، شاشه. وبعد كده نخش على الغرفه طبعا عشان احنا واخدين الغرفه يعني دبل وتشايلد دبل، يعني معانا طفل، فمدينا الغرفه زي ما انتم شايفين كده سريرين ومتضمين على بعض. ممكن طبعا في غرف ثانيه اكيد اللي هي تبقى سرير واحد او سريرين قصدي، يعني لو دبل مثلا سريرين في دبل سريرين. دول مضمومين على بعض السرير. مش عارف ايه السبب، هو الكاتيجوري بتاع الاوضه كده ولا يعني ما فيش امكانيه ان كانت تبقى في سرير واحد، بس اكيد يعني في بيبقى سرير واحد دبل كينج بيد زي ما انتم عارفين. احتمال بس عشان احنا معانا اطفال وكده فادونا الغرف ديت. يبقى زي ما انتم شايفين نعتبروا ان ده كله سرير كبير، وادي ده سرير صغير اللي هم جايبينه اكسترا عشان خاطر الطفل. ده سرير كده اكسترا. بالنسبه للسرير مريح ولا لا، يعني هنجرب مع بعض نشوف برضو السرير كويس ولا لا. هننط ونشوف. لا كويس الحمد لله. مريحه المراتب وكويسه. والفرش طبعا نضيف مفيش عليه اي تعليق. ندخل بعد كده على الكراسي اللي هم حاطينها، في كرسيين زي فوتيه كده، وده طبعا الاباجوره اللي بينهم. وبعد كده عندنا الفيو بتاعنا. بالنسبه طبعا العفش قديم، احتمال ان هو يكون لسه ما جددوش، يعني العفش ده الموجود قديم.
فهو ممكن يكون لسه ده بتاع بواقي الحاجات اللي كانت في اداره هواي، لان الفندق ده كان تبع هواي زي ما قلت لكم قبل كده. فكل الحاجه دي ممكن يكون لسه ما اتجددش، يمكن احتمال تجدد سان رايز بعد كده، بس لمسه سان رايز باينه برده واضحه، ممكن نقول في السيرفيس وفي النظافه. زي ما انتم شايفين كده دي البلكونه احنا واخدينها على طول يعني على حمام السباحه والبحر. شايفه حمام السباحه والبحر، كرسيين متهالكين واضحين ان هم يعني ايه، معرفش زي ما قلت لكم قديم. وادي الترابيزه برده يعني لسه الموضوع ده مش بتاع سان رايز قوي، بس يمكن يكونوا هيجددوه يعني قدام، معرفش. بس لحد دلوقتي ايه الحاجات دي اللي موجوده. وتنزل تحت طبعا تلاقي حمامات السباحه دي كلها قدامكم. ادي كده كل الفيو، الفندق كله باين. والفنادق طبعا اللي باينه عندكم دي الفنادق الجانبيه اللي جنبه. يعني احنا ادي الحدود بتاعتنا الفندق، البونجالو كده زي ما بيقولوا عليها، البونجالو دي اللي هي زي الفيلل. ومن الناحيه اليمين ده ديت كده حدود الفندق، والبونجالو اللي جنبنا دي تعتبر حدود فندق برضو سولار، اللي هو الفندق الثاني اللي هو جنبنا. هو فندقين، فندق واحد زي ما قلت لكم قبل كده، بس في اختلاف، بعض الاختلافات طبعا في الغرف. دي الغرفه اللي احنا واخدينها دي في سان رايز الورا دي كده، شايفه حمام السباحه والبحر. في طبعا غرف ثانيه بتبقى ايه بقى، غرف ثانيه بتبقى شايفه يعني بينك وبين الجار اللي هو الفندق السولار بيتش اللي هو جنبه على طول، كويس. وفي بتبقى باك فيو، هعرضها لكم برده النهارده في الفندق معايا، اللي هي الباك فيو. هتشوفوا يبقى شكلها ايه. اللي هنا فندق الورا لو غرفه باك فيو هيبقى شكلها ايه. انا عرفت يعني عرفت ان انا اتوصل لغرفه بس هتكون فاميلي مش دبل عاديه. برده صورتها لكم وهوريها لكم برده في الفيديو النهارده معانا. دلوقتي بقى انا هستعرض لكم نوع غرف تاني اسمه الباك فيو، اللي هو الخلفي، اللي هو بيبص من ناحية تانية على الشارع. يعني في ناحية تبص على البحر، والناحية الخلفي دي بتبص على الشارع الرئيسي اللي هو من ناحية مدخل الفندق. ده زي ما انتم شايفين كده الحمام برضو ستاندر زي الاولاني، يعني ما فيهوش حاجة جديدة. يعني انا هحاول طبعا اختصر شويه اوريكم بس شكل الاوضه دي اللي احنا خدناها دي فاميلي مش عاديه. بيبقى في ساعات غرفه عاديه دبل او سنجل او كده، يعني مزدوجه قياسيه ستاندر. اللي احنا واخدينها دي فاميلي، فهي مقسومه لاثنين، اللي هو زي نظام هواي اللي هو القديم زي ما انتم عارفين. يعني غرفتين، واحده فيها سريرين واحده فيها سرير وبينهم جرار او باب جرار مشترك. طبعا فيها هنا برضو الميه بيحطها لك والشاي والحاجات ديت، بالاضافه لكنزات حوالي 4 كنزات كولا او فانتا. دول برضو في الاسبوع بيحطهم لك في الاسبوع. احنا شفناهم واحنا خارجين من الاوضه الثانيه، عشان كده لما جيت اشرح لكم كنت الاوضه اللي قبل دي ما قلتش النقطه دي. يبقى 4 كولا دول بيحطهم لك في الاسبوع، 4 كنزات يبقوا عندك برضو في الاوضه. دول برضو من غير فلوس في الميني بار. وفي حاجه كمان مهمه برضو يا جماعه، يعني معلش كنت برضو فوتها كده وعرفتها بعدين، اللي هي الروب اللي في الغرفه. طبعا لما انا شرحت لكم الاوضه ووريتها لكم ما كانش عندنا روب في الغرفه، طلع بالطلب. لما بتيجي بتتصل بيهم الهاوس او تقول لي الهاوس كيبن انا عايز روب، بيجيب لك روب على قد الناس الموجوده في الغرفه. وده كده المنظر بتاعنا زي ما انتم شايفين في البلكونه ديت باك فيو زي ما قلت لكم، هيبص على الشارع الرئيسي. يعني انا دلوقتي واقف فوق المدخل بالظبط، الغرفه دي كانت فوق المدخل بالظبط، كانت رقمها 5145. دلوقتي بقى هنروح نشوف غرف سان رايز سولارا. احنا دلوقتي في الريسبشن بتاع فندق سان رايز سولارا، وهنطلع دلوقتي نتفرج على الغرف.
بصوا كده ده سان رايز سولارا. هنا طبعا ديت حمامات سباحه برايفت مع البونجلا دي مع الغرف دي. الغرف دي تبع سان رايز سولارا. وهو زي ما انتم شايفين هو المبنى ده كده، هو ده بس الفندق. فطبعا والريسبشن بتاعه ده اللي قدامكم، يعني اخر الريسبشن اهو مفتوح زي البلكونه كده. والغرف بقى بتبقى من الناحيه دي، يا اما الغرف من الناحيه دي فبتبقى باصه على الغرف اللي هي من الجنب بتاعه سان رايز الورا، يا اما في غرف تانية هقرب اوريها لكم اللي هي بتبقى باصه من ناحيه الفيلل اهو زي ما انتم شايفين كده. ادي الغرف التانية دي باصه على الفيلا ديت. فيا اما بيدوك غرف كده، يا اما الغرف التانية اللي انا وريتها لكم، يا اما الغرف دي اللي هي باصه على حمام السباحه على طول. دي افضل غرف طبعا عشان دي باصه على حمام السباحه وشايفه البيتش. طبعا انا دلوقتي في الريسبشن بتاع سان رايز سولارا. طلعت فوق كده في الحته اللي هي قلت لكم زي البلكونه عشان اوريكم الغرف اللي احنا هندخلها دلوقتي. هي دي الغرف اللي احنا هندخلها اللي هي البونجاله على حمام السباحه. دي بتبقى اغلى طبعا من اللي هي العاديه. بعد كده هنطلع نشوف العاديه. ورقم الاوضه 7102. معلش ممكن الفيديو يطول شويه بس استحملوني عشان خاطر انا عايز انقل لكم اكتر قدر ممكن او اكبر قدر ممكن من الفندق. احنا كده دلوقتي في الغرفه اهي اللي هي اللي على حمام السباحه دي. زي ما قلت لكم بتبقى اغلى من اللي هي في المبنى نفسه اللي هو بتاع الريسبشن. هنطلع نبقى نشوف برضو بتاعه الريسبشن. انا مش هشرح قوي يعني، وهي كل حاجه باينه اللي هو ستاندر يعني. الحاجات اللي بيحطوها هي في جميع الغرف تقريبا. الفرق بس في الغرفه موقعها فين وفي الاساس زي ما انتم شايفين كده. ودي طبعا البلكونه احنا طالعين. الفيو طبعا بتاعك رهيب جدا. انت هتطلع على طول تلاقي نفسك في حمام السباحه على طول دايركت جوه حمام السباحه. وباصص انت طبعا دلوقتي على سان رايز الورا. في غرف نفس الشكل ده بالظبط كده الناحيه الثانيه. سان رايز الورا الناحيه الثانيه اللي في وشنا دي هناك خالص اسمها، بس بتبقى فاميلي يعني. تبقى زي دي كده نفس السيستم بس تبقى اكبر شويه عشان تبقى فاميلي. بتتباع يعني ان هي لو عيله كبيره. وتبقى طبعا اغلى من ديت واغلى من اللي هي العاديه اللي هي بتبقى زي اللي احنا شفناها في سان رايز الورا. دي كده الستاندر اهو بتاعهم. وده الحمام تقريبا. طبعا كل حاجه واضحه مش عايزه شرح يعني كبير. ننتقل دلوقتي بقى على نوع تاني من الغرف اللي هو موجود في المبنى الريسبشن نفسه. دي كده غرفه ستاندر رقمها 2019 باصه على سايد فيو يعني باصه من الجنب كده اللي هي باصه على الفيلا. هوريكم دلوقتي. ادي المرايه طبعا وانتوا شفتوا كاتل الشاي والميني بار وفيها السيف وادي السرير والفرش. الستاندر بتاع سان رايز. بس طبعا العفش هو لسه برضو اللي هو القديم زي بتاع هواي. حاجات اللي فاضله من هواي بس لمسات يعني زي سان رايز في الغرفه وكده. وادي دي البلكونه. عفش برضو بتاع البلكونه زي ما انتم شايفين برضو متهالك اللي هو الكرسيين وترابيزه اللي هم قدام برضو. كل دول بتاع حاجات هواي. ما اعرفش بقى يجددوها لا لسه لغايه ما انا موجود اهو. احنا موجودين دلوقتي نهايه شهر 4 لسه مفيش حاجه اتغيرت. واللي انتم شفتوه ده دلوقتي ده طبعا اللي هو السايد فيو زي ما انا شرحت لكم من بره المبنى. وادي دي كده الغرفه زي ما انتم شايفينها واضحه طبعا قدامكم. تعالوا بقى نتفرج جوه نخش الحمام وبعد كده نكمل استعراض الفندق. هندخل مع بعض دلوقتي نشوف الحمام. اول ما ندخل على طول ادي الحوض المرايه. ده طبعا الشامبو مش الشامبو انا اسف معلش الصابون. وادي دي المرايه بتاعت الحلاقه. وادي الاستشوار اهو شغال زي الفل. ودي طبعا حاجات انتوا عارفينها بتتحط على الشاور كاب والحاجات ديت. وادي دي القعده تليفون. ودي الكابينه بتاعت الدش. وفي هنا طبعا الشاور جيل زي ما شايفين. الحمام نضيف جدا. خبطت في حاجه مش مشكله. ادي الفوط اصور بس كده كويس عشان خاطر تبقى واضحه. ادي الحمام اهو كله اكيد واضح. في الباب ده بس كله كده اكيد كله زي ما انتم شايفين كده باين. الحمام نضيف ستاندر صغير بس نضيف. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نشرح معاكم حمامات السباحه. فانا طلعت لكم فوق كده يعني ده كده من البلكونه اللي بتاعتنا في الاوضه عشان خاطر تشوفوا كويس رسمه الفندق. وبالمره اوريكم رسمه حمامات سباحه. فحمامات سباحه واضحه قوي 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 من فوق زي ما انتم شايفين. الفندق كله طبعا واضح بس هي حمامات سباحه واضحه قدامكم عشان خاطر تعرف كده خريطه في دماغك لحمامات سباحه. غير لما اوريها لك من تحت مش هتبقى عارف دي كانت فين. كده انت شايف اهو. ادي المبنى اهو اللي احنا ساكنين فيه اللي هو مبنى الريسبشن يعتبر. تطلع طبعا من تحت اللي هو ده الكراسي انت شايفها ديت اللي هي بتبقى قدام المطعم.
وهتلاقي قدامك حمامات سباحه على طول، اول اتنين هتلاقيهم في وشك اهو زي ما هو واضح كده من فوق. فالاتنين متقسمين نفس التقسيمه بالظبط، هتلاقي كل واحد فيهم فيه كده فاصل كده، عامل فاصل جواه الربع الاخير منه ده متقسم للاطفال الصغيره. والاتنين دولت هما برضو الاتنين بيتسخنوا فيهم هيتر، فبالتالي بتلاقي المية فيهم دافية. غير حمامات السباحة التانية بتلاقي درجة المية اللي هي الدرجة العادية. فالحمامين دول يعني هما بس اللي بتسخنوا عشان تبقوا عارفين، وعمقهم 160. اللي على اليمين دولت برضو حمامات سباحة، دي خاصة بالغرف بتاعة سولارا اللي انت شايفينها، اللي هي الغرف الارضي دي اللي انا كنت قدامها لما جيت اوريكم المبنى بتاع السولارا من بره. ودي خاصة بالغرف نفسها، يعني كل واحد قدامه كده قدام الغرفة منزل لحمام السباحة. ما حدش هيكلمك طبعا لو رحت عمت ولا حاجة، بس يعني بتبقى زي خصوصية شوية هناك عشان هتلاقي نفسك بتعوم قدام غرف الناس، مش هتبقى مريحة يعني. ده كده حمام السباحة اللي في النص، وفي بار جوه اهو جوه حمام السباحة، مش باين قوي، استنى انا هقربه لكم. ده بار جوه حمام السباحة، وانت بتعوم كده ممكن ايه تقعد على البار وتشرب اللي انت عايزه. اظن كده هو واضح كده، قربته وان شاء الله الصورة تكون واضحة كويس. وفي وراه كده شايفين حمام سباحة صغير كده باين، ده هو زي اللي انا وريته لكم اللي على اليمين، اللي هي بتاعت الغرف الدور الارضي بتاع السولارة. هنا في غرف فاميلي برضو دور ارضي، بونجالا بتاعت سان رايز الورا برضو قدامها حمامات سباحه الخاصه بيها. بعد حمام السباحه الكبير اللي هو متوسط الفندق كله، هتلاقوا حمام سباحه صغير خالص جنب الاكوا كده، ده بتاع الاطفال الصغيره خالص خالص. هتلاقيه واضح اهو معانا في الفيديو. وكمان هتلاقي وراه على طول بقى حمام سباحه للكبار فقط، 16 سنه واكتر، يعني هتلاقيه مكتوب عليه زائد 16 بلس 16، ده للكبار فقط. وانت رايح على البيتش على طول، قبل البيتش على طول، اللي هو هتلاقوه واضح قدامكم دلوقتي اهو في الفيديو. هم دول اتنين بس، يعني اعتبرهم واحد ماشي، اللي هم للكبار 120 سنتي. طبعا ده العمق بتاعه متقسم زي ما انتم شايفين كده على اتنين، وطبعا في اللي هي شازلونجات وشماسي وكده. وهتلاقي اليافطه دي اهي قدامك اهي، هتلاقيه بلس 16 ادلتس اونلي، اللي هي الكبار فقط اكتر من 16 سنه. ده حمام السباحه بالامواج، اوريه لكم دلوقتي وهو شغال هيبقى شكله ايه. اكنك قاعد مثلا على البيتش كده، وفي او في البحر بقى في موج بيجي لك وكده. وهنا الشكل ده كأنه رملي، عاملين الارضيه كأنها رمليه او مشابهه للبيتش. وادي نظره عليه كده من فوق عشان تعرفوا مكانه فين بالظبط في الفندق. وشغال من الساعه كام لكام بصراحه نسيت، فمعلش تبقى تساله على الريسبشن. طبعا حمامات السباحه اللي انا قلت لكم عليها بتتسخن، هما الاثنين اللي بيتسخنوا دولت الكبار، بيتسخنوا المفروض صيف وشتاء، عشان احنا دلوقتي خلاص اواخر شهر 4. المهم اللي يجي الفندق يكتب لنا في التعليقات هو جاي شهر كام، وهل برضو كانوا مسخنين ولا لا، يعني يجي في 7 8 6 يقول لنا. دلوقتي بقى انا رايح معاكم استعرض لكم اخر حمامين سباحه عشان تبقى كده قفلنا حمامات سباحه. بص انا في الريسبشن عشان الحمامين دول غراب شويه. بص اهو في الريسبشن، دخلت المكان ده عشان تعمل زي كده عشان توصل له. ده الاولاني وصوله سهل، التاني معلش اسال الريسبشن عشان خاطر لو شرحت هتلف معايا كتير وكده، وانا مش عايز يعني اعمل كده عشان وقت الفيديو. فتبقى تسال تاني قصاده الناحيه التانيه على طول. دول حمامين سباحه في الروقان، يعتبروا في مدخل الفندق. ادي مدخل الفندق اهو قدامك، يعني وانت داخل الفندق هتلاقيه على اليمين. وادي التاني اهو اللي انا داخل فيه دلوقتي. بص انا بعدي ازاي غرف ومش عارف ايه والكلام دوت. فبتعدي وتخش كده طوالي زي ما انا عامل اهو، بتخش تلاقي حمام السباحه التاني اهو كده. احنا بقينا قصاد الناحيه التانيه، يعني واحد يمين المدخل والتاني شمال المدخل عشان تبقوا عارفين. دول حمامين سباحه كده في الروقان، اللي عايز في الهدوء وبعيد عن الدوشه والكلام ده يجي هنا. بس طبعا اصوات العربيات اللي هي ممكن تصدعك شويه. بص معلومه كده على الماشي، الفوط اللي انتوا شايفينها دي بتدوك كارت على الريسبشن يوم ما بتسكن، مثلا كارتين 3 على قد الناس اللي في الاوضه. الكارت ده بتروح بيه على كشك كده جنب الاكوا بارك او على البحر، في كشكين 2 تديله كارت يديك فوطه، تديله الفوطه كده يديك الكارت. ما تضيعش الكارت او الفوطه، يعني لازم يفضل معاك اخر يوم يا الفوطه يا الكارت، عشان هيدفعوك غرامه لو ضيعتهم. الحركه دي حاولت اعملها بس مش ظابطه معايا خالص. انا بشوف الناس بتعملها كده في الفيديوهات بيبان ان هي شكلهم طبيعي، انا شكلي مش طبيعي خالص، باين عليا كده كاني ايه هنفجر وبطني اتنفخت. وبصوا هتلاقوا كده ظهر لي عرقين، انتوا شايفين العرقين دول كده عاملين زي خريطه الدلتا بتاعت مصر، والعرقين مبينين كاني قايم فضائي، فمش عايز تظبط معايا خالص. على العكس خالص، لما انا سبت العيال اللي هم يعملوها، العيال باينه ان هي طبيعيه ما شاء الله، وبيضحكوا قدام الكاميرا ظابطه معاهم الحركه.
انا حاولت اعملها لكم بس للاسف مش جايبه سكه خالص، يا اما فوق الكاميرا شويه يا تحت الكاميرا شويه، يا اما بص شكلي باين ان انا اكني هنفجر وبطني اتنفخت وحوارات. سبت العيال بقى يعملها لكم وظبطت معاهم الحمد لله، عشان خاطر تضيف حاجه للفيديو، فقلت انا لازم اعمل الحركه دي ولازم اقلد الناس اللي بتعملها واعملها صح. بس بعد كده طبعا جم في ملعبي، فانا طبعا ملك الاكروبات. زي ما انتم شايفين الاكروبات اللي انا بعملها ديت انا متعلمها في جمصه وراس البر، فنفذنا الموضوع ده دلوقتي هنا في حمام السباحه بتاع الفندق. زي ما انتم شايفين طبعا خليتهم عملوا كام بالانس زي ما احنا كنا بنقول عليها كده. الناس طبعا هيبقوا فاهميني الا اخواننا العرب مش هتبقوا فاهمين ايه الموضوع دوت، فممكن تسالوا حد مصري. المهم انا قلت افصلكم شويه دلوقتي من موضوع كده الفندق، ونرجع تاني لفندقنا ونكمل الجوله بتاعتنا. ودي بعض الانشطه اللي بيعملها الانيميشن على حمام السباحه، منها طبعا الرقص الشرقي والايروبيكا، وبرضو اللي هو النشان، بيجيبوا النشان كده ويحطوه على الشجره وعلى النخله وتنشل عليه، يعني بعض الانشطه كده اللي بيعملوها. طبعا بقيه الانشطه انا هستعرضها معاكم في كل مكان في اي حاجه خاصه بالانيميشن هستعرضها لكم، غير طبعا الحفله اللي هي هتبقى بالليل. ده المفروض اللي هو المطعم الايطالي، بيبقى شغال طبعا بالليل ايطالي على كارت بالحجز، ودلوقتي من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 5 المغرب بيبقى شغال سناكس. يعني ممكن تتغدى هنا لو انت على حمام السباحه او الاكوا او البحر، بدل ما لسه هتروح ايه لغايه المطعم الرئيسي. احنا لقينا نصور ايه الناس اللي طالعه، بيبقى معاهم بيتزا، بطاطس برجر، سوسيس، وبيتزا اللي هناك اهي. لسه ما طلعتش، بعد ما تطلع هاخد انا منها واتفرج. فلفل مخلل، طماطم، فلفل عادي، وخضره، جزر، خيار، ادي كده ماكينه الايس كريم. وطبعا المطعم هنا شغال من الساعه 12 للساعه 5. هظبط طبق كده فيه كل حاجه من موجوده هنا واصوره لكم. ادي كده الحاجه اللي موجوده اهي، السناكس شكلت لكم كل اللي موجود. ده برجر، ده سوسيس، شاورما، طبعا بطاطس، والبيتزا. حلو الايس كريم، حلو الايس كريم زي ما انتم شايفين. عاجب ليلى الحمد لله، ما كلتش اي حاجه، شغاله على الايس كريم بس. هبعتي حته كده دوقيني بقى. ممتاز، حلو والله، شغال مش اي حاجه، يعني شغل خلص نفسك وخلاص، لا طعمه حلو. هنستعرض بقى معاكم يا جماعه هنا دلوقتي الاكوا بارك اللي موجوده في الفندق عندنا. والاكوا بارك تنقسم لثلاث اجزاء، جزئين شغالين وجزء لسه ما اشتغلش حتى الان. الاكوا بارك طبعا زي ما انتم شايفين كده بينقسم لكذا جزء. ادي الجزء اللي احنا فيه ده دلوقتي، هنا 120 سنتي ده الحمام السباحه العمق، وهنا فيه 6 العاب. ال6 العاب دول طبعا يعتبروا 6 العاب للكبار، مش الاطفال الصغيره خالص. نكمل مع بعض بقيه الاكوا بارك. واحنا رايحين على بقيه الاكوا بارك دلوقتي هنلاقي اكوا بارك الاطفال في طريقنا. دلوقتي كده احنا عند الاكوا بارك الصغير خالص بتاع الاطفال الصغيره خالص. ادي كده ده الاكوا بارك، في حوالي كام؟ 1 2 3 4 5 العاب. والعمق بتاعه ده طبعا بيبقى 60 سنتي، اوريه لكم اهو 60 سنتي.
نخش بقى على اللعبه اللي هي في لعبتين اكوا بارك الكبار بيعتبروا يعني اللي هو من اصعب الالعاب، او اللعبه ديت اللي احنا قدامها دلوقتي. يعني دي تعتبر من اصعب اللعب، اللي هي اللعبه اللي قدامنا. وفي اللي هي ديت مش فاكر ليها اسم كده، مش فاكر ايه، يعني القمعه او حاجه زي كده. طبعا هنا ده حمام سباحه 120. مالك اهو بيحضر، هينزل دلوقتي من اصعب واحده هو وصاحبه. دي اصعب واحده فيهم في الاكوا كلها تعتبر هي دي. اهو اللي بينزل دلوقتي دوت كده هو مالك وصاحبه. انا رابط لكم اهو الكاميرا عشان تشوفوهم. يعني عايز اقول لكم يعني الاطفال 10 سنين 11 سنه عادي شغال، مفيش مشكله، ما تخافوش عليهم في الالعاب الكبيره. هطلع بقى اوريكم كده المنظر شكله ايه من فوق. السقوط الحر ده بيرعب. خلاص كده احنا شفنا 2 اكوا بارك، يعني جزئين، ادي الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الثالث قدام شويه كده، احنا هنتمشى عليه دلوقتي مع بعض. هنا بقى دولت تالت جزء من الالعاب، 1 2 3 4 5. انا عديتهم كده هم 5، بس دولت لسه مش شغالين. الصيانه شغاله فيه اهو. الراجل هو هيقول لنا اهو. هنا انا معاك اهو. هتلاقي فيها حته فوق لسه بيمتحنوا فيها ويظبطوها بحيث تكون جديده يعني. لسه ايوه، عشان اداره السرايا لسه واخداها فلسه بتتجدد. بتجدد الحته دي بالذات عشان دي ممكن بس قدامها شهر على الصيف هتبقى اشتغلت ان شاء الله. لا ممكن قبل الشهر. قبل الشهر كمان. خلاص 10 ايام هم شغالين فيها. وشغالين فيها يعني قريب ممكن تشتغل. ماشي حبيبي، تسلم، نورت. السلام عليكم. الاكوا بارك بقى شغاله من الساعه كام لكام؟ من 10 ل 12 ومن 2 ل 4. من 10 ل 12 و2 ل 4. دلوقتي بقى هنروح نستعرض معاكم البحر ونشوف ايه نظام الشاطئ والبيتش. يلا بينا. ده البار طبعا اللي هو على البيتش. البار ده شغال من الساعة 10 الصبح للساعة 5. ليلة قدامكم هي عاملة نفسها نايمة على شازلونجات. ده بقى قنديل البحر، لو لقيتوه كده على الشاطئ او عايم في المية ما تخافوش منه خالص، عادي اهم كانوا ماسكينه بايديهم، مفيش اي مشكلة زي ما انتم شايفين، مش خطر زي بتاع اسكندرية. دي برضو بقى من بعض الانشطه اللي بيعملها انيميشن زي ما انتم شايفين كده على البحر. احنا دلوقتي على البحر بالظبط، بعد ما خلصنا عندنا البار على الشمال في ملعب الطايره اللي انتم شايفينه ده، وهنا بيلعبوا فالي بول او طايره، بيجمعوا فريقين ويلعبوا بيهم ايه على البحر. يلا بينا بقى ندخل نشوف البحر شكله ايه وايه النظام جوه. زي ما انتم شايفين كده ادي البيتش، هنا فيه شازلونجات ممتازه والشماسي حالتها حلوه بصراحه. بس انا هقعد كده اهو اوريكم طبعا الشازلونج الاول. ادي الشازلونج نضيف طبعا ممتاز، اكيد شايفين اهو. ادي المنظر ممتازه طبعا، ومساحتها بينها وبين بعض طبعا المساحه مش كبيره، فممكن بتدي ظل احسن يعني. نتمشى بقى على البحر كده ونشوف ايه البيتش ايه نظامه. المبنى كده اللي ظاهر هناك ده سانرايز سولارا، وجنبه سانرايز الورا، يبقى احنا كده واقفين بالظبط قدامه على حدود الشاطئ بتاعنا. الشاطئ مش كبير، يمتد من النقطه ديت اللي انا فيها بالظبط، وهنتمشى مع بعض كده لقدام وهنشوف هو مكمل لحد فين. هتلاقيه لغايه يعني الكشك اللي هناك خالص دوت، بس هنقرب ونشوف. الاول هننزل نشوف هنشوف مع بعض رملي او لا. طبعا شكله مش رملي، يبقى انا كده ارجح يعني ان انتوا تيجوا بشباشب وحاجات كده للبحر، عشان المدخل طبعا طوب زي ما انتم شايفين كده. هنا برضو لسه طوب. ميه جميله وصافيه. بس نخش لجوه شويه. طيب نخش لجوه. لا ابتدت تبقى تراب. هنا كده انا واقف اهو، كده انا واقف على التراب، لسه انا مش بعيد عن الشاطئ اهو قوي، بس الاول طبعا كان طوب وانا داخل، وبعد كده هنا تراب.
اكيد طبعا كل البحر هيبقى نفس القصه. احنا دلوقتي في اوله لسه، احنا في الاول هنا. طبعا لو مشينا لغايه الاخر كده اكيد هيبقى كله نفس النظام. برضه هروح اتاكد لو في معلومه تانية هقولها لكم. سمعت طبعا ان هم هيحلوا موضوع المدخل الصخري ده، وهيعملوا حاجه زي المنط كده او عوامات على مستوى الشاطئ، بحيث ان انت تقدر تخش اولا تقدر تعوم عليها تقعد عليها زي عوامه، وممكن تعدي بيها موضوع الصخر ده. حاطين لك زي ما انت شايف سجاده كده، يعني عشان ايه تخش بيها لغايه البحر. برضه فكره ايه حلوه يعني. والسجاده دي على فكره متواجده على مستوى الشاطئ كله، هتلاقيها موجوده، والحصيره او السجاده وهتلاقيها واصله لغايه التراب، يعني بتوديك جريبك من الشط لحد التراب. في بعضهم بيوديك لغايه التراب، فانت دور على السلكه، لان مش كلهم، في بعضهم بيبقى واقف لغايه النص بس. فانت دور بقى على يعني واقف لحد الطوب، يعني اول الطوب مثلا، فدور على اللي هي بتوصلك لحد الرمله، هتلاقيهم موجودين يعني، اللي توديك من الشط للرمله، وامشي عليها وخلاص وريح دماغك، يبقى مش هتمشي على الصخر ده خالص. في هنا ادي سلم برضو ينزلك على طول على البحر. ولو انت شايفين كده ادي الكشك اللي هناك خالص ده، في كشك هناك ده كده اخر البحر. شايف نفس القصه كده هنا. بصوا ادي ايه، ادي طوب، وبعد كده هتلاقوا ايه المدخل رملي، وحاطين هما زي ما انتم شايفين كده السجاد دوت او زي حصيره كده تمشي عليها لحد ما تخش جوه، عشان الناس ما تمشيش على الزلط. حاطينها في كل تقريبا 5 متر ولا حاجه، حاطين واحده. ادي الشاطئ، احنا لسه جايين من هناك اهو، ده الكشك ده، وهنكمل كده رايحين لغايه اخر الشاطئ. احنا كده طبعا هنا وصلنا لنهايه الشاطئ، ادي حتى نهايه حدود الفندق. هنا طبعا لسه ده حاجه جنبه لسه ما اتظبطتش، البارادايس وكده يا جماعه. هو هناك كده فندق هواي بارادايس، وادي كده ده الكشك اللي هو نهايه الشاطئ. ايه ده، معقول نفخ كل دي ببقه؟ هو موطي بينفخ اهو، شايفينه؟ حد هيركب ولا؟ عامله كام ديت الساعه؟ لا هي مش ساعة، لفه؟ عامله كام بقى اللفه؟ اللفة بتبقى عاملة الفرد الواحد 500. الفرد الواحد 500؟ لو اتنين يبقى 1000. اللفه قد ايه بتاخد؟ ده 10 دقايق ربع ساعة كده يعني. 10 دقايق ربع ساعه. تمام. احنا ننزل على القناة الأولى كده. انت كده على القناه الاولى؟ ايوه. محمد الغرف اللي هي شايفينها قدامكم دي دلوقتي، دي طبعا غرف تعتبر سي فيو على البحر على طول، ديت تبع سنرايز الورا فاميلي. وعلى البحر، بس انا مدي ظهر البحر مش عارف اوريها لكم. ثانيه واحده هتلف اهو معايا الكاميرا واحده واحده، بس عشان ايه الوضوح ما يروحش بتاع الكاميرا. ادي اهو ملعب الطايره والبيتش. الفندق طبعا بيحتوي على عدد لا بأس به من المساحات الخضراء، يعني تلاقي مساحات خضراء كتيرة كويسة، وهي لسه في جديدة، بس بعد كده قدام شوية لما تكبر هتعمل شكل جميل جدا. بالنسبة لمطاعم الالاكارت، طبعا هنا الالاكارت فيه عندكم 3 مطاعم، والفندق بيقول ان في 3 مطاعم تانية هيفتحوهم. ال3 مطاعم الموجودة هي الايطالي اللي احنا شفنا فيه سناكس الهمبرجر والحاجات ديت، ده طبعا بيشتغل بالليل الاكارت، يعني الدور سناكس وبالليل الاكارت. وفي المطعم المصري اللي احنا قدام الباب ده دلوقتي كده، اول ما تخش من الباب ده هتلاقي قدامك الاسيوي، وعلى يمينه على طول المطعم المصري. يبقى ال3 مطاعم ايطالي مصري اسيوي. تحجز ازاي؟ اول ما تيجي على طول هتروح على الجست ريليشن اللي هي واحده كده موجوده على الريسبشن، او تروح على الريسبشن تقول لهم يا جماعه على طول اول ما تسكن عشان تلحق تحجز، انا عايز احجز في ال3 مطاعم، 4 مطاعم في المطعمين، 6 مطاعم لو انت قاعد مثلا اسبوع ولا حاجه. هنا دلوقتي اللي مفتوح حاليا هم 3 مطاعم. الفندق بيقول فيه 3 تانيين، يمكن لما تيجي يبقوا فتحوا. للناس اللي مش عارفه يعني ايه مطعم الاكارت، الاكارت يعني بفلوس، بيبقى مستواه احسن شويه من المطعم العمومي، وبيبقى بفلوس طبعا، بس بيديك الفندق بيديك مره مجانا في كل مطعم كده مجانا مره، لو عايز بقى تيجي تاني فبتدفع فلوس. اللي احنا فيه ده طبعا المطعم المصري. اما ده بقى الاسيوي اللي احنا دلوقتي حجزنا فيه، وهنعمل فيه كمان عيد ميلاد مالك صاحب مالك ابنه.
طبعا عيد الميلاد ده بيتعمل مجانا والتورته مجانا، وبيجيبوا لك كمان التورته في المكان اللي انت عايزه، سواء في الغرفه او في المطعم الرئيسي او المطعم اللي انت عايزه. احنا بقى دلوقتي يا جماعه في المطعم الرئيسي، وهنا ده العشاء. احنا دلوقتي في ميعاد العشاء، وهتشوفوا كده الحاجات اللي قدامكم. طبعا انا شايف ان مش لازم يعني تعليق قوي، مش عايز اطول عشان خاطر الفيديو كده هيطول قوي مننا، بس الحاجه تبقى واضحه قدامكم. طبعا معروفه ايه الحاجه الموجوده. لو انت مش فاهم ايه الاكله اللي قدامك فممكن تبص على في الورقه كده اللي انا بصورها ديت، تبقى قدام كل اكله مكتوبه ايه بالظبط. حتى لو وقفت الفيديو كده شويه وانت في البيت ولا على التليفون وتشوف ايه الحاجه اللي موجوده جوه السفنديش. الاكل طبعا هو طعمه ممتاز. انا كده سايب لكم تقييم في اخر الفيديو قريب قوي. طبعا دلوقتي هتبقى نهايه الفيديو وهتشوف التقييم بتاعنا بالنسبه للفندق، تقييم عن كل حاجه موجوده سواء المطاعم الاكل انيميشن وهكذا. فخليك طبعا معانا لنهايه الفيديو. وبالنسبه طبعا المطعم اللي احنا فيه ده هو المطعم الرئيسي اللي موجود في الريسبشن تحت، بيبقى فيه فطار وغدا وعشاء. العشاء بيبقى من الساعه 6:30 ل 9:30. بيقولوا ان هم هيغيروه، هيخلوه من الساعه 7 للساعه 10. لما تيجي طبعا انت ان شاء الله هنا تتاكد ممكن من طريقه سهله جدا. هم حاطين عباره عن باركود كده على الترابيزات، هتلاقيه على الريسبشن. خش عليه بالتليفون بتاعك، خش على الباركود هيحمل معاك موقع زي موقع الفندق يعني، وهتلاقي فيه كل المعلومات بقى، كل حاجه في الفندق هتلاقيها فيه، وبما فيها طبعا مواعيد الفطار والغداء والعشاء وجميع الانشطه والكلام دوت. زي ما هو واضح قدامك كده في الفيديو اللي انا سايبه فوق. شايف الفيديو اللي انا صورته لكم كده فوق ده بيوضح الباركود، وبتحط عليه اهو في التليفون ويدخلك على الفندق وتشوف المعلومه اللي انت عايزها. كده ايه، هنجري مع بعض سريع كده على البوفيه، هتشوف الحاجات اللي موجوده. انا طبعا مصور لكم كل البوفيه، كل حاجه عشان خاطر تشوفها. وادي كده دي الشاورما زي ما انتم شايفين، شاورما فراخ عسل، بصراحه عسل عاملينها زي الفل، اكنك بتاكلها عادي في مطعم سوري. فمن الاخر بعد كده نخش بقى على بتاع الفطير. محمد طبعا محمد استاذ في الفطير، عنده حلو وحادق، بس بالليل دلوقتي هو شغال حلو مش حادق. اما في فترات الغداء تقريبا بيبقى شغال حادق، بس في العشاء بيبقى شغال فطير حلو. والفواكه اهي زي ما انتم شايفينها كده متنوعه قدامكم، في تشكيله كبيره من الفاكهه ومن الحلويات الشرقيه والغربيه. هتلاقي تشكيله كبيره، اي حاجه انت عايزها فعلا لا هتلاقيها على البوفيه. الاكل اختلف جدا يا جماعه. اللي جاء الفندق ايام ما كان تبع هواي فكان في مشاكل في الاكل والسيرفيس الخدمه. دلوقتي الحاجات دي مش موجوده في اداره سان رايز، فهترتاح جدا لو جيت غير الاول. ومكملين معاكم طبعا اللفه على البوفيه. زي ما انتم شايفين كده قدامكم في انواع مختلفه من السلطات، وفي انواع مختلفه من الصوصات، كذا صوص كده مختلف. وادي كمان قدامكم السوشي. كل ده هتلاقوه طبعا في البوفيه موجود هنا في العشاء. انا حاولت اصور لكم طبعا كل حاجه، مخللات اهيت، طماطم، مش عارف ايه، خيار، كل الحاجات ديت انا حاولت امشي عليها عشان ابين لكم كل حاجه موجوده في البوفيه. ودلوقتي طبعا دي قدامكم كده مكنه القهوه، قهوه وشاي والحاجات السخنه انت بتيجي تاخدها بنفسك من هنا زي اللي كانت موجوده بالظبط في الغدا. دخلنا دلوقتي على السمان، والعب يا ملك السمان. بعشق انا جنب المشويات ده بيبقى دايما في الجون، والشيفات هنا 10 على 10. وده صوص كده بيحطوه جنب الديك الرومي اللي قدامك ده يا جماعه، ديك رومي اهو. بتلاقي طبعا زي ما قلت لكم هنا جنب المشويات ده بتلاقي كل مره حاجه، في الغدا حاجه، في العشاء حاجه، كل يوم حاجه مختلفه. وبالاضافه للبطاطس دي تقريبا كده بتبقى ثابته، البطاطس البوم فريد. زي ما واضح قدامكم ده طبعا البار ده شغال وقت الوجبات زي ما عارفين، فطار غدا عشاء، تاخد منه المشاريب اللي انت عايزها والميه. وده كده ادي العشاء اللي احنا صورناه. فاضل بس بار واحد هو موجود بره المطعم نفسه، هوريه لكم دلوقتي. البار دوت بيخدم يعني المنطقه اللي هي بره المطعم وساعات حفله الانيميشن وكده. البار ده شغال من الساعه 8 المغرب لحد الساعه 11 بالليل. Please Baba Mama, can you join us? بابا ماما بجلسنا نامي لو سمحتوا. بابا وماما محتاجين يبقوا معانا. بابا عندي ماما، بابا ماما، بابا بسيب ميسي وزافي بابا اي ماما، بسيب ميسي سكجيب بابا اي ماما، بابا ماما
يلا 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 يلا. طبعا احنا بعد ما خلصنا العشاء اتجهنا على طول للساحة الموجودة قدام المطعم، وهنا بيعملوا عروض للانيميشن. الاول بيبتدوا بعروض للاطفال وبعد كده بيعملوا عروض للكبار. اخواتنا العرب المصريين دلوقتي عايزين لما نسمع اسم بلدنا نخرب الدنيا. اوكي now we're gonna start with the first nationality for tonight. We have here Germany. We have here Germany. هيا جيب على زير. No. مصر Egypt. هيا مصر Egypt. Again one more time. All the guests, everybody ready? جاهزين قدامنا. Okay. هيا. One more time. Then, hop there, hop there. I need hop like this, okay? Hop. Давай. هيا. برافو. أقول تمام يعني. هوب. Are you ready, Gatobi? Yes. 3, 4. 1, 2. 1, 2. 5, 6. 4. عامل معي. صباح الخير عليكم ويوم جديد لينا في سان رايز الورا، ودلوقتي هنروح مع بعض نستعرض معاكم الفطار. احنا دلوقتي طبعا في المطعم الرئيسي اللي هو شغال فطار من الساعة 7 للساعة 10:30، وقدامكم ده اول حاجة اللي هو الوافل بالشوكولاتة او المربى والمكسرات، سكر، كل الاضافات هتلاقوها موجودة هنا جنبه على طول. الشوكولاته اهي كمان، بس مش عارف ناطرينها ليه شمال شويه كده. بس اهي دي كمان الشوكولاته النوتيلا. وطبعا هتلاقي بعد كده الفطار طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى ستاندر، لازم تلاقي الفلافل، لازم تلاقي الفول. الله ينور عليك يا باشا. وقدام حضراتكم طبعا دي البطاطس والكوسه والبان كيك. بص انا سايبكم تتفرجوا لوحدكم كده لان انا مش عارف كل الاصناف اللي موجوده دي، بس احنا دلوقتي في قسم المخبوزات زي ما انتم شايفين. الفطار خلي بالكم مش قليل، يعني في حاجات تانية لسه فهعرضها طبعا كلها. واعذروني بقى لو طولت في الفيديو، بس هعمل ايه، انا عايز اجيب لكم كل حاجه بالتفصيل، واللي عايز حاجه يروح عليها بالظبط في الفيديو ان شاء الله. مش هتعبوا، بالعكس يبقى فيديو مفيد ليكم باذن الله، ويبقى مرجع للي عايز يجي الفندق يبقى شفت كل حاجه اكنك عشت معايا اليومين اللي انا قعدتهم في الفندق. وقدام حضراتكم ده كده زبادي فواكه طبعا اطعمه مختلفه. ندخل بقى على الفواكه، هتلاقي فواكه طبعا مختلفه، التفاح، الجوافه، البلح، الكنتالوب، عيش بلدي طازه بيتخبز قدامك زي ما انتم شايفين كده، الشيف الحاجه بتخبزه. وهنا ده عيش توست اللي عايز توست ويسخن، وطبعا مجموعه مختلفه من العيش، اللي عايز بقى عيش كايزر، عيش فينو، عيش صيامي، عيش دايت، بيتزات، اي مخبوزات زي ما انتم شايفين كده، تشكيله كبيره جدا من المخبوزات. طبعا قدامكم ده الاومليت، ودي الاضافات اللي هو بيضيفها على الاومليت. بس هنا في هتلاقوا 2 جريل، واحد بيعمل عيون زي ما انتم شايفين كده، واحد كان بيعمل اللي هو البيض الاومليت. دي اضافات دي بيحطوها طبعا للكورن فليكس انتم شايفينها قدامكم، وده كورن فليكس برضو بجميع انواعه، كورن فليكس واللي هو الشوفان، وهتلاقي برضو كورن فليكس اللي هو الشوكولاتة، انواع مختلفة والاضافات بتاعتها حواليها. وبرضو في طبعا مية سخنة، وفي لبن اللي عايز يضيف اللبن، الفول وما احلى الفول على الفطار. وكمان هنا في سوسيس، السوسيس دوت سوسيس لحمة وسوسيس فراخ.
اللي هو طبعا قدامكم دوت، مش عارف كان عيش كده بيعملوه حاجه زي الجبنه، مش عارف اوصفه كويس بصراحه. ودي طماطم بالجبنه. وهتلاقوا كمان في ما عندهم طبعا اللي هو البيض المسلوق. وغير البيض المسلوق هتلاقي برضو عندنا بطاطس بوريك، اللي عايز بطاطس مسلوقه يعني مهروسه. وفي كمان اللي هو الفاصوليا، مش عارف ده ايه، ده مين اللي بياكل على الفطار فاصوليا، بس هي موجوده على العموم. ده خضار مشوي زي ما انتم شايفين كده. وبرده في عندنا هنا ده كسكسي، والاضافات اللي انتم شايفينها دي كده بتضاف على فطير. وفي فطير بيحطوا لك اهو في السفنديش اللي انت شايفه كده جنب الاضافات دي، وانت بقى تحط اللي انت عايزه يعني كحلو. وكرواسون طبعا. وفي عندنا لسه مكملين عشان انا شفت حاجات تانية هتخش عليها ايه. في عندنا اللي انتوا شايفينه دوت شعرية باللبن، وفي دوت الرز باللبن. لا دي بليلة، معلش دي بليلة. والله من زمان قوي ما اكلتش البليلة، وما اعرفش الناس اللي بتبيع البليلة اندثرت، كان زمان الواحد بيشتريها من عند بتاع الفول. دي طبعا كده هتلاقي لانشونات، يعني لانشون كده مختلف الانواع. وطبعا الجبن برضو هتلاقي جبن مختلفة الانواع غير الجبن دي. بص في فوق الجبن قصدي في اللي هو الكاتشب بقى والحاجات ديت اللي هي اللي انت ممكن عايز تضيفها. وادي الجبن اصنافها بقية اصنافها، وزبدة وزيتون. طبعا تشكيلة كبيرة بصراحة بالنسبة للفطار. اخر حاجه بقى تروح عليها هي العصير الفريش. هتلاقي عصير فاكهه فريش مستنيك على البار. النهارده كان عندنا كانتالوب. دلوقتي بقى جينا لفقره تقييم الفندق. طبعا احنا معانا هنا فندق سانرايز الورا وسانرايز سولارا. بالنسبه لتقييم الفندقين زي ما قلت لكم طبعا قبل كده، وخلاص عرفنا النقطه دي اللي هما الاثنين في واحد. فهنقيم دلوقتي الفندقين على اساس انهم فندق واحد. نبتدي اول حاجه بالنسبه الفندق كشكل عام وكمساحه خارجيه وكتنظيم وتنسيق وكده. طبعا الفندق مش كبير للي ما بيحبش الاماكن اللي هي الكبيره قوي، لا الفندق مساحته معقوله بس نضيف. والمساحه الخضراء فيه كام حاجه خضراء كده حاطينها جميله جدا منسقه، في حاجات باين عليها طبعا هم لسه عاملينها الاداره الجديده سانرايز. فبالنسبه للفندق كمساحه وشكل وكله على بعضه لا ياخد 10 من 10. بالنسبه بقى للمطعم، المطعم طبعا المطعم هنا الاكل هنقول الاول الاكل الطعم 10 من 10، التنوع 10 من 10، الشيفات ممتازين، الشيفات ياخدوا طبعا 10 من 10. بالنسبه طبعا لل الخدمه بتاعت الشيفات، يعني مثلا انا كنت واقف، مثلا احكي لكم موقف كده صغير. كنت واقف ففي شيف اسمه شيف اسامه من الاقصر، عرفته عشان خاطر اذكره في الفيديو. شيف اسامه جه سالني عايز حاجه، كل ما يلاقيني عايز حاجه محتاج حاجه اسمه شيف اسامه من الاقصر على فكره. وفي شيف اسامه تاني شبه كده الملك فاروق شويه برضو ممتاز جدا، برضو ساعدني جامد قوي قوي قوي. انا على فكره بصور ما عادش عارف انا بصور لايه، اليوتيوب مش عارف ايه، عادي جيست عادي يعني في الفندق. هسيب لكم برضو الصوره دي بتاعته هتظهر قدامي دلوقتي، اللي هي بتاعت الشيف اسامه. انا اتصورت معاه اللي هو شيف اسامه اللي هو شبه الملك فاروق عشان فيه 2 اسامه زي ما انا عرفت. فالخدمه والشيفات ممتازين، نديهم كلهم 10 على 10. طقم السيرفيس اللي موجود في المطعم برضو نديله 10 على 10، اللي هو الوترات والمتر والحاجات ديت نديهم 10 على 10. نظافه المطعم 10 من 10. الحاجات اللي هي الاطباق ومش عارف ايه، العده بتاعت المطبخ دي اللي بيقدموا فيها يعني الصحون والحاجات ديت كلها تاخد 10 من 10. والمعالق وكده كشكل وكجديده ونظيفه. ايه تاني بالنسبه لل تنوع الاكل احنا قلنا عليه. بالنسبه طبعا للطعم خلاص ذكرناه ياخد 10 من 10. فممكن نقول مجمل على بعضه المطعم كله او الاكل، المطاعم والاكل ياخدوا 10 من 10. بالنسبه للانيميشن 7 من 10. هم يعني بيحاولوا ان هم يبقوا حاجه كويسه، بس يعني لحد دلوقتي لسه ممكن عشان لسه الفندق بادئ او كده، او يعني ممكن الفريق الانيميشن ممكن بيتغير عشان لقيت حاجات ثابته، وفي ناس كنت شفتهم بيجوا كل يوم بيتجددوا عليهم كده بيتغيروا. فحاليا الانيميشن مش المستوى هو اللي قوي، نقول 7 من 10. بالنسبه للغرف، الغرف طبعا الغرف لسه قديمه. بالنسبه للغرف قديمه، اظن ان سانرايز ممكن تعدلها او تجددها، بس هي دلوقتي دي مش غرف سانرايز خالص. يعني انا لدرجه يعني اوريكم في الكاميرا هنا، بصوا انا متعور من الباب،
الباب، يعني الباب تيجي تفتح باب يعني وحش جدا اللي هو الكالون والحاجات دي. وبعدين الباب نفسه في تحتيه الحته اللي انت بتقفل بيها من جوه دي، فلما جيت افتح كده فايدك بتضرب في الحته دي غصب عنك. اي حد اكيد هيبقى زي ده، انا ايدي كمان صغيره يعني، حد ايده ما شاء الله كبيره هيبقى ممكن يعني يتعور جامد. كذا حاجه بقى في سلوك كده طالعه من جنب التكييف، مش عارف ايه، مش حاجات كده المفروض ان هي دي ما تبقاش موجوده يعني، او مش هو ده سان رايز. فطبعا الغرف قديمه، العفش قديم، الخشب شكله كده اللي هو زي مسوس في الحمام ومش عارف ايه، يعني مش شكله مش احسن حاجه. فممكن نقول الغرف طبعا تاخد 7 من 10. هي كغرف بقى سيبك من الاساس، كغرف مثلا ملايات، نظافه، اللي هو قسم بقى الهاوس كيبنج يعني كويس، فنظافه وملايات والحاجات ديت، لا انت هتلاقي نفسك مرتاح وحاسس انت قاعد في حته نظيفه بغض النظر عن ان هي قديمه. فالحاجات اللي هي النظافه وكده تاخد 10 من 10. الهاوس كيبنج يعني ممكن انا ليا يعني تعليق بسيط، بس نقول نديله 8 من 10. مش احسن حاجه برضو 8 من 10، لان احنا طلبنا اللي هو السليبر اللي هو زي الشبشب ده اللي هو بيديهولك بتوع سان رايز. لحد ما مشيت ما حدش جاب لي حاجه، مع اني طلبت منهم مره، طلبت منهم المره الثانيه، طلبت منهم المره الثالثه، طلبت من حد كان قال لي انا تابع الريسبشن، ما اعرفش هو كان لابس قميص ابيض وجالي كده كان ماشي في الطرقه يعني، فسالته قال لي ماشي هبلغ في الريسبشن، ولا الهوا ما جابوش الكلام دوت. بغض النظر عن كده عامه يعني باين ان هو من نظافه الهاوس كيبنج للحاجه وكده ياخدوا 8 من 10 تقييم. نخش على حمامات السباحه. حمامات السباحه نديها كلها 10 من 10 ممتازه. الجاردن والقسم اللي هو اللي بيقفوا يعني على الاكوا بارك وحمام السباحه وكده نديهم 10 من 10. واللي بيقفوا في البحر طبعا فدول نديهم 10 من 10. الاكوا بارك تاخد 10 من 10 بالنسبه كاكوا بارك كلعب وكسيفتي. بالنسبه للبارات، البارات نديها 10 من 10. طقم السيرفيس او المتر او اللي هم يعني الناس اللي بتبقى واقفه على البارات دول لسه برضو مستواهم مش اللي هو لازم، يعني يبقى الخدمه احسن من كده، فنديهم 7 من 10. بالنسبه بعد كده نروح لنقطه البحر. البحر طبعا هندي البحر 7 من 10 لان مفيش مدخل البحر زي ما انتم شفتوا كده زلط يعني او طوب، فمفيش مدخل رملي، فبالنسبه اللي عايز يعوم بيحب يعوم في البحر مش هيبقى احسن حاجه، ندي البحر 7 من 10. بالنسبه للشماسي او اللي هي اللي عاملينها كده بالخوص والحاجات ديت والشازلونجات نضيفه جميله، نديها يعني 10 من 10 اخر حاجه. كويس، كلها كويس، متينه كويسه، كلها بتفتح بشكل جميل. الشازلونجات تنسيق اللي هو الشماسي كده جنب بعضها، الرمله اللي هم حاطينها على الشاطئ نفسها، الرمله اللي انت بتبقى قاعد يعني على الشازلونج تحتيك رمله، كل ده ممتاز وكويس جدا. في المجمل ممكن اقول لكم ان الفندق عجبني تمام، يعني الفندق بالنسبه لسعره ممتاز، بالنسبه طبعا كاسم سان رايز وكده هو لسه يعني عايز شويه حاجات تانية، بس هو كفندق عجبني. الناس كلها هنا الاستاف عامه كخدمه، يعني احنا طبعا شفناه قبل كده لما كان هواي فكانت خدمه صفر ومفيش اهتمام وكده وزحمه والناس مش لاقيه مكان تقعد والكلام ده، مش هتلاقي الكلام ده خالص. الخدمه الناس كلها هنا بتحاول، كله بيحاول ان هو يقدم خدمه كويسه، وبيجي لك ويقول لك في حاجه مش عارف ايه، لدرجه ان انا حصل معايا موقف صغير كده يعني مش عايز اقول بالتفصيل، مشكله بسيطه والله ما لحقت، لقيت المدير العام نفسه لقيته قدامي، انسان محترم جدا وجا وعرض عليا على طول في اللي مزعل حضرتك وكده ومش عارف ايه على طول، يعني فاهم ازاي؟ يعني ما فيش اي مثلا نقول منفذ لحد من الاستاف حتى لو هو عايز يتدلع ان هو يتدلع، لان لو المدير عام كده وبيفضل يسالك فهتلاقي الاستاف كله نفس الموضوع. مستر ياسر كله بيدخل يتعرف عليك، انا يعني هم مش عارفين انا بصور ايه، بس جالي مستر ياسر مدير ريسبشن، انا مستر ياسر انا مدير ريسبشن وازاي حضرتك، يعني كله بيحاول يجي يسلم عليك ويهزر معاك. في مستر ناصر، مستر اسامه في الهاوس كيبنج كان ناس لذيذه جدا، وكله بيجي يهزر معاك ويضحك معاك، بيعملوا كده مع الجست لدرجه انت لو مش موجود في فطار مش موجود في غدا بيبقى واخدين بالهم ان انت مش موجود، ستاف في المطعم. فعايز اقول لك ان هم هنا الستاف فريندلي قوي وهيعجبك جدا، بيحاولوا يقدموا خدمه. فبالنسبه للمجمل انا الفندق طبعا عجبني يا جماعه. طبعا تصوير الفندق بياخد معانا وقت ومجهود
وطبعا ايه والتكاليف بالاضافه الى التكاليف الماديه اللي احنا بننزل الفندق عادي جدا، جست عادي جدا عشان اقدر اصور كل حاجه، مميزات وعيوب من غير اي تحجيم زي ما بيقولوا. فطبعا شكركم بس لينا ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه بتاعتنا وتعملوا لنا لايك على الفيديو عشان نستمر ونقدر نصور المزيد من الفيديوهات. طبعا بالنسبه اللي عايز يحجز الفندق ده او اي فندق او الرحلات البحريه في شرم الشيخ او الغردقه، انا هسيب لكم الرقم ده بتاع شركه السياحه اللي انا بتعامل معاها، دايما بتحجز لي باسعار مميزه. سايب لكم الرقم بتاعهم، رقم واتساب اسفل الفيديو في الوصف، وسايبه لكم اول تعليق في التعليقات. انا هسيب لكم فيه برضو رقم الشركه، الرقم ده ممكن تواصلوا معاه واتساب وان شاء الله يفيدكم جدا. بالنسبه طبعا للتعليقات، يا ريت تكتبوا لنا التعليق بتاعكم اسفل الفيديو، اللي جه الفندق ده يقول لنا رايه ايه في الفندق، واللي لسه عايز يجي الفندق وعنده اي سؤال بالنسبه للفندق ممكن يسيب لنا برضو التعليق بتاعه اسفل الفيديو. واللي عايز يشوف فندق معين او نصور له فندق معين في الغردقه فيا ريت يكتب لنا في التعليق اسفل الفيديو، واحنا هنشوف عدد الناس اللي طلبت فندق معين والاكتريه هنشوفها مين وفي انه فندق ونروح نصوره لكم.